مساعد أول. تقدم لاعبي السد في الأمام، وخوخي بوعلام يتقدم الآن، يمرر كرة خطيرة جدا ومحاولة للسد الآن على الطرف الأيمن، محاولة لعب كرة عرضية، مرور ناجح وعرضية حاضرة وخطيرة ورأسية أكرم عفيف إلى خارج أرضية الملعب. فرصة كبيرة جدا، فرصة كبيرة للسد وإلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى. شوف المهارة العالية والمرور الناجح من جانب الهيدوس. كالعادة فيه 3 مدربين، النفطي وغاريدو وفاندين بروك، لكن هنا كرة أمامية وخطيرة للوداد وعرضية خطيرة وكرة تضيع، كرة تضيع. تعود كرة بيدرو، ثم أمامية خطيرة جدا ومحاولة للوداد، طولها وعرضية وخطيرة وكرة من جانب بوعلام يفتك وتعود. فرصة كانت ثمينة للسد لكن خاطئة في عادة الكرة من طارق سلمان، وخطيرة للوداد وفرصة للهدف الأول. محاولة كيف واحد من الهدافين الكبار من دون شك، بغداد بونجاح، تجاوز 200 هدف، 203. بونجاح قوية بالقدم اليسرى إلى خارج أرضية. على مستوى العمل في الأندية الخليجية والعربية بالتحديد، من دون شك السد، من يعرف السد عن قريب يعرف أن نادي نموذجي على مستوى العمل. وعندنا دخول في هذه اللقطة. بطاقة حمراء على جبران، بطاقة حمراء على يحيى جبران. دخول والحكم جبران دخل بقوة زائدة وصعبة كانت الكرة. بيدرو ولم يكن لها مبرر من جانب يحيى جبران وسقوط على أرضية الملعب. شوف حتى يحيى جبران عرف أن غلطان هذا الدخول الصعب، وحكم المباراة اتخذ قراره وأعطى بطاقة حمراء وخطأ لمصلحة محمد أوناجم. حكم المباراة سيد محمود البنا ينهي صافرة ينهي. شكرا للزميل عبد العزيز جوهر والكباتن الكرام. عودة مشاهدينا الكرام إلى شوط خطيرة سدوية ومحاولة جادة من جانب السد مع بداية شوط المباراة الثاني للوصول لمرمى الوداد، لكن مرت الكرة طالت على الهيدوس وراحت إلى خارج. طولة بين السد والوداد، أول مرة يتقابل السد والوداد تاريخيا وفي تاريخ لقاءات الفريقين طبعا على مستوى المقابلات المغربية القطرية. السد عنده لقاء امام اولمبيك مناسب. يمسك الكرة، تعود لأكرم عفيف، يتحرك الآن أكرم عفيف، بدأ يتقدم إلى الأمام وخطيرة سدوية وكرة خطيرة جرى خطيرة. شوف العرضية، عرضية وأوريبي لامس الكرة وراحت للمرمى لكنها لم خطر. ايضا الوداد عنده غيابات. عندنا كرة خطيرة ومحاولة للهيدوس وكرة سدوية فيها محاولة ما زالت. بونجاح يصوب، بونجاح بعيد متحرك، لكن هنا كرة لمصلحة أوناجم. يمر أوناجم، يتقدم أوناجم وعرضية أوناجم ومطالبة بلمسة يد. شوف الكرة الخطيرة والفرصة المتاحة للوداد، والمطالبة كانت بلمسة يد، كانت على هاشم علي. بطاقة صفراء على أمين أبو الفتح، وخطأ لمصلحة. عرضية حاضرة ومحاولة سدوية لم تكتمل وعادت في المرتدة وراحت عند سامبو، وخطيرة
سامبو بولي سامبو. كانت فرصة للسنغالي، كان من الممكن أن يسدد من هذا المكان، فضل المرور بيدرو في التغطية، وسامبو ضيع المرتدة. قلت من يسجل؟ فريق المستحوذ أم الفريق الذي يلعب على المرتد؟ عندها ألقاب في البطولة العربية. كرة لأكرم عفيف، آخر دقيقة، وعفيف الآن بنفسه. الله، لعب كرات كثيرة عفيف، هالمرة أراد بنفسه، صوب قوية وقريبة يا أكرم، قريبة وصعبة على حارس المرمى، لكن إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى. ومحظوظة طبعا في البطولة أكيد. وهنا صافرة حكم المباراة تنطلق، صافرة الدولي محمود البنا تنطلق وتعلن نهاية شوط المباراة الثاني.